فيلمنا بيبدأ مع زوج وزوجة من عنصر النار راكبين مركبة وبيوصلوا لمدينة العناصر، وبيتفاجئوا من كل حاجة بيشوفوها في المدينة من عناصر مختلفة عنهم زي المية والأشجار والهواء، وبعدها بيدوروا على أي بيت علشان يأجروه، لكن للأسف الكل بيرفض يأجر لهم لأنهم من عنصر النار. وبعد شوية بتتعب زوجته اللي بنعرف إنها حامل، وبالصدفة الزوج بيلاقي بيت مهجور قديم، ولحظتها بيقرر هو ومراته يعيشوا فيه، وكمان بيخلفوا بنت صغيرة وبيسموها أمبر. وبتعدي الأيام وبتكبر أمبر شوية، ويعرفها والدها على الشعلة الزرقاء اللي بتمدهم بالقوة وبتحافظ على تقاليدهم. وأمبر بتكون فرحانة جدا لأن باباها بيلعب معاها. ونشوف والد أمبر اللي بيبني محل اللي كان بيحلم بيه طول حياته، والمحل ده بيبقى مخصص لبيع الأطعمة للأشخاص اللي من عنصر النار، وأمبر بتساعده في المحل وكمان في توصيل الطلبيات للزباين. وبنعرف إن المنطقة اللي هم عايشين فيها كلها بقت مخصصة للأشخاص اللي من عنصر النار. وفي يوم بيدخل شخصين من عنصر المية للمحل، فبيتعصب والد أمبر لأنهم من عنصر المية وبيطردهم، وأمبر بتساعده، وبتبدأ أمبر تكره عنصر المية زي والدها. وبتكبر أمبر ووالدها بيكبر وبيكون مش قادر يقف، فبيسيب أمبر تدير المحل لوحدها وبيروح يستريح. وبتفرح أمبر جدا وبتبقى متحمسة، وبيجي زبون ويسأل أمبر إذا كان في أي عروض على صواريخ عيد الميلاد، فأمبر بتعرفه إن هو لو اشترى واحدة هياخد التانية هدية، لكن الزبون بيقول لها إن هو هياخد الهدية بس، وكل لما ياخد صاروخ أمبر تاخده منه تاني. وبيفضلوا على الوضع ده لحد ما أمبر بتفقد أعصابها وتنفجر من الغضب، فبيجي والدها بسرعة وبيعتذر للزبون وياخد أمبر وبيحاول يهديها ويقول لها إنه لازم تتعلم تتحكم في غضبها. وبتعدي سنة وبنشوف أمبر اللي بتكون مش عارفة تتحكم في غضبها ولا عارفة تتعامل مع الزباين، وأثناء كده بتتضايق جدا وبتنفجر وبتحرق المحل كله، فبتعتذر لوالدها وبتستخدم موهبتها وبتعيد تشكيل الإزاز اللي اتكسر وبترجعه لطبيعته تاني. وبعد شوية بتتحدى والدها بإنها هتحطم الرقم القياسي في توصيل الطلبات للزباين بأسرع وقت. ولما بتستعد بتطلب والدة أمبر من بنتها تدور على شريك حياة عشان تتجوز وتعيش حياة سعيدة، لكن أمبر ما بتبقاش مهتمة بكلام والدتها عن الجواز، وبيكون كل تركيزها ازاي تكبر محل والدها. وبتخرج من المحل عشان توصل الطلبيات للزباين، ويروح وراها كلود اللي بيبقى معجب بيها، لكن أمبر بتتريق عليه لأنه سنه صغير وبتسيبه وبتمشي عشان تلحق توصل الطلبيات قبل الوقت. وبتمشي بدراجتها بسرعة كبيرة وبتبدأ تسلم طلبيات للزباين، وبتكون سعيدة وهي بتسلمهم قبل الوقت ما يخلص علشان تحطم الرقم القياسي لوالدها. وبعد ما بترجع أمبر المحل وهي فرحانة لأنها خلصت قبل الوقت، لكن بتتفاجئ ان والدها نام من التعب، فبتصحيه وبتطلب منه يروح لاوضته وهي هتقفل المحل. فوالدها بيفكرها ان بكره يوم تخفيضات النقطه الحمراء، وبيقول لها ان هو هيرتاح طول اليوم ويسيب ليها اداره المحل، ويعرفها انها لو قدرت تدير المحل بكره من غير اي مشاكل هيسيب ليها المحل للابد. وبيسيبها وبيدخل ينام، وبتبقى امبر فرحانه جدا لان والدها اخيرا اعتمد عليها. وتاني يوم بتفتح امبر الباب للزباين اللي بيبقى عددهم كبير جدا، وكمان بتساعدهم عشان ياخدوا الحاجات اللي محتاجينها. ولما الزباين بتيجي تحاسبها أمبر بتفقد أعصابها وتحاول تسيطر على نفسها، لكن للأسف ما بتقدرش، وبتجري وتدخل المخزن وبتصرخ وبتنفجر وتزلزل المكان كله. وبسبب اللي حصل المية بتتسرب من الأنابيب وتغرق المخزن، فأمبر بتروح لمكان التسريب وتستخدم قوتها وتقفل الأنبوب، وبتتفاجئ لما بتشوف المخزن اتغرق كله بالمية. وفجأة بيظهر ليها شخص من عنصر المية وهو بيعيط ويقول لها ان هو اعجب بصورتها مع والدها وهي صغيره وقد ايه عيله سعيده. فبتستغرب امبر وتسال هو بيعمل ايه في المخزن بتاعهم، بيعرفها ان كان بيدور عن سبب تسريب الميه في قريه النار، لكن الانبوبه اتسحبته وجابته على هنا. وبنعرف ان اسمه ود، وبتطلب منه امبر انه يخرج من المخزن، لكن ود بيستكشف المكان وبيقول لها ان هو مفتش المدينه وبيديها مخالفه لان الانابيب بتاعتهم مش مهيئه لتحميل الصدمات. فبتتعصب امبر وبتقوله ان والدها هو اللي صنع الانابيب دي بنفسه وكمان المحل كله والبيت بتاعهم. فبيستغرب ود ويعيط ويقول لها ان هو هيديهم مخالفة تانية لانهم بنوا المحل بدون اي تراخيص من مجلس المدينة، وبينهار بالعياط ويفهمها ان بسبب المخالفتين دول المحل بتاعهم هيتقفل للابد. فبتتعصب امبر وتحاول تاخد منه المخالفات، لكن ود بيقول لها ان ده شغله، وبيخرج من المخزن وبتخرج امبر وتجري وراه وترده وتركب المترو عشان توصل، لكن لسوء الحظ
بتكتشف ان هو في عربية تانية غير العربية اللي هي فيها، فبتجيلها فكرة وبتخرج من الشباك وتقرب من العربية اللي راكب فيها وبتسيح الازاز قبل ما توصل للشلال، وبتدخل بسرعة وبتقرب من ود وتحاول تاخد منه المخلفات، لكن المترو بيقف وبيجري ود بسرعة عشان يهرب منها. وساعتها امبر بتتفاجئ انها في مدينة العناصر، ولكن امبر بتجري وراه تاني وبتطارده في مدينة العناصر اللي بيبقى شكلها جميل جدا، وبتستخدم شمسية وبتطير في الهواء وتعدي من فوق السكان، لكن الشمسية بتتحرق وتوقعها على الارض. مع ذلك بتكمل امبر جري ورا ود اللي بيدخل من فتحة صغيرة في الحيطة، وطبعا امبر مش بتسكت وبتدخل وراه وتقرب منه وتحاول تاخد المخلفات، ويكمل ود جري عشان يوصل المخلفات، لكن امبر بتستخدم الفلفل الحار ويكون حاجز من النار علشان تمنعه، بس ود بيعدي من الحاجز بكل سهولة ويدخل لمجلس المدينة ويبعت المخلفات. ولما بيخرج بيشوف امبر اللي بتبقى حزينة جدا وبتقوله ان والدها لو عرف ان المحل هيتقفل بسببها ممكن يموت. ود بيقول لها انه للاسف المخلفات وصلت لقسم المراجعة، بس بيعرفها ان هو هيساعدها ويدخلها قسم المراجعة عشان تشرح للمدير. وفعلا بيدخلوا هما الاتنين لقسم المراجعة اللي بيبقى عبارة عن مكان مليان اشجار، ويقابلوا فيرن اللي بيبقى على وشك هو يبعت المخلفات بتاعة امبر، لكنهم بيحاولوا يمنعوه على اخر لحظة. وساعتها ود بيحاول يشرح له حالة امبر وانهم لازم يتعاطفوا معاها، وكل ما بيجي يتكلم بتحاول توقفه، ولحظتها بتتعصب وبتحرق المكان كله وبتدمره. لكن فيرن بيبعت المخالفة وبيقول لهم ان الشيفت بتاعه خلص وان لازم يروح بدري وان محلهم هيتقفل خلال اسبوع. وبترجع امبر للمحل وهي حزينة بسبب اللي حصل، وبتنزل المخزن وبتتفاجئ ان المية اتسربت في كل مكان، وبيسألها باباها اذا كان الشخص اللي من عنصر المية اللي كانت بتطارده هو السبب في اللي حصل، فبتكذب امبر وتقوله ان هو فعلا السبب. والدها بيكون مستغرب جدا لان المفروض قرية النار مش بيوصل لها مية من سنين، وفجأة بيتعب ولسه هيقع، لكن امبر بتلحقه في اخر وقت. ولحظتها والدتها بتحكي لامبر عن الماضي بتاعهم وبتعرفها ان هم كانوا عايشين مع اهلهم في ارض النيران وكانوا سعداء جدا بحياتهم دي. كمان والدها بنى محل اللي كان بيحلم بيه، لكن في يوم حصلت عاصفة قوية دمرت بيتهم والمحل كله. وساعتها والدها فكر انه هو يدور على مكان جديد يعيشوا فيه، ودع عيلته وركب السفينة اللي جابتهم لمدينة العناصر. فبتروح امبر لوالدها وتوعده ان هي هتحافظ على المحل والشعلة الزرقاء بتاعتهم مهما حصل. وتاني يوم ود بيتفاجئ بوجود امبر في مجلس المدينة وبتعرفه ان هي مستنية رئيسة المجلس علشان تتكلم معاها. فود بيقول لها ان جال اللي هي رئيسة المجلس مش هتيجي النهاردة لان هي بتتفرج على مباراة كرة الهوائية، وبياخدها وبيروحوا هما الاتنين الاستاد علشان يقابلوا جال. ولحظتها بتبقى امبر متوترة جدا من شكل المكان، وبتشوف المباراة اللي عبارة عن عناصر من السحب بتلعب بالكورة. بتروح امبر وود لجال اللي بتبقى متعصبة جدا لان الفريق اللي بتشجعه مهزوم، وبتتكلم امبر معاها وبتعرفها على نفسها وبتطلب منها تتنازل عن المخالفات عشان المحل بتاعهم ما يتقفلش. لكن جال بتتعصب لانها عايزة تتفرج على المباراة. امبر بتقول لها انها ما ينفعش تتجاهلها علشان تتفرج على مباراة تافهة وتسيب المحل اللي هو كل حاجة بالنسبة لهم يتقفل. بيتعصبوا هما الاتنين وبيقفوا قصاد بعض وبيكونوا خلاص هيتخانقوا مع بعض، لكن بيقاطعهم ود لان ليدز اللي هو لاعب في الفريق اللي جال بتشجعه مش قادر يلعب، وبيقول لامبر ان والدة ليدز مريضة وده السبب اللي مخليه مش قادر يركز في المباراة، وبيبدأ يشجعه وبيخلي المدرج كله يشجعه هما كمان، وبيكونوا موجة عملاقة وبيحفزوه اكتر. فبيتحمس ليدز جدا وبيطير بسرعة وبياخد الكرة وبيبدأ يسجل اهداف، وبتبقى امبر منبهرة باللي ود عمله وخلى ليدز يكسب المباراة. بعد كده بتنتهي المباراة بتبقى جال سعيدة جدا لان الفريق اللي بتشجعه هو اللي كسب. فبتستغل امبر الفرصة وبتحكي ليها على اللي حصل معاهم، مينفعش تقفل المحل بتاع والدها. فبتستغرب جال لما بتعرف ان في مية بتوصل لقرية النار، وبتقول لامبر ان هي قطعت المية عن القرية بتاعتهم من سنين عشان ما تأذيش الاشخاص اللي عايشين هناك. ولحظتها ود بيقول لهم ان هو عارف المكان اللي انسحب منه، ويقترح عليها ان هو وامبر يدوروا على مكان التسريب، ولو قدروا يوصلوا لمكان المشكلة هيطلب المساعدة من وحدة الإصلاح عشان يحلوها. فبتوافق جال وبتقول لأمبر إنها لو ساعدت ويد وحلوا مشكلة التسريب هتلغي المخالفات اللي على المحل بتاعهم، وبتديهم مهلة لحد يوم الجمعة وبتسيبهم وبتطير. وبالليل بتروح أمبر لويد لقرية النار، ولحظتها بيستخبوا هما الاتنين عشان والد أمبر عشان ما يشوفهمش. وبيحكي ويد لأمبر إن هو لما كان بيدور على مصدر التسريب المية سحب
سحبته في الأنبوب اللي وصلته للمحل بتاعهم. بعدها بيطلعوا للسطح وبتستخدم أمبر قوتها وتصنع منطاد ويركبوا فيه هما الاتنين ويطيروا فوق قرية النار علشان يعرفوا مصدر التسريبات. وساعتها ويد بيكون منبهر باللي أمبر عملته وبيفضلوا طايرين فوق قرية النار بالمنطاد ويمشوا ورا آثار المياه الموجودة على الأرض. وهما في الطريق بيعدوا على حديقة وبتحزن أمبر لما بتشوف المبنى الرئيسي لزهور الفيستوريا، فبيسألها ويد عن سبب حزنها، فبتحكي له إن هي راحت وهي صغيرة مع والدها للحديقة عشان تشوف الزهور اللي بتخرج من شجرة فيستوريا. ولما أمبر ووالدها جه عليهم الدور علشان يشوفوا ظهور شجرة الفيستوريا، الحارس منعهم لأنهم من عنصر النار. وبعد مدة المبنى كله غرق وبتتعصب أمبر لأن دي كانت فرصتها الوحيدة علشان تشوف ظهور الفيستوريا. وبيتأثر ويد جدا وبيبقى هيعيط من كلام أمبر وبيتعاطف معاها. وفجأة بيشوفوا مكان التسريب وبينزلوا بالمنطاد وبيستغربوا لما بيلاقوا فتحة في البوابة اللي بتمنع المية من الوصول لقرية النار. بتعدي سفينة وبتغرق المكان كله وبيجري ويد وأمبر بسرعة عشان يهربوا، لكن للأسف المية بتسحب ويد، لكن بتساعده أمبر قبل المية ما تسحبه. وبيبقوا هما الاتنين مرعوبين لأن المية دي متجهة لقرية النار. لكن أمبر بيجيلها فكرة وبترمي أكياس من الرملة لويد عشان يقفل الفتحة اللي في البوابة، فبيستخدم ويد قوته ويبدأ يرص أكياس الرملة عشان يمنع تسريب المية. وبيتعاونوا هما الاتنين مع بعض لحد ما يمنعوا التسريب نهائيا وبيبقوا فرحانين جدا باللي عملوه. وبيقول ويد هيتصل بوحدة الإصلاح عشان تيجي تحل المشكلة دي قبل يوم الجمعة، فأمبر بتشكره وبتودعه. وقبل ما تمشي ويد بيطلب منها تقابله في المدينة بكرة عشان يخرجوا مع بعض. وأمبر بتستغرب وبتقوله إن ده مستحيل وبتمشي، لكن ويد بيعرفها إن هو هيبقى مستنيها بكرة الساعة 3. وتاني يوم لما الساعة بتيجي 3 أمبر بتعرف والدها إن هي هتروح تسلم الطلبيات، وبتخرج من المحل وتروح للمدينة وتقابل ويد اللي بيفرح جدا لما بيشوفها. وبيتمشوا هما الاتنين مع بعض، كل واحد منهم يعجب بالتاني ويتصوروا، لكن الصور ما بتبقاش واضحة بسبب توهج أمبر. وكمان بيرقصوا سوا لكنهم مش بيبقوا قادرين يلمسوا بعض. وهما ماشيين بيتغير لون أمبر وده لأنها وقفت على ألماس، وكل ما بتقف على ألماسة مختلفة لونها بيتغير. وبيبقى ود منبهر بيها وبيجري بسرعة على المية وبيكون موجة كبيرة جدا تنبهر بيه أمبر هي كمان. وبالليل أمبر بتكون راجعة البيت وهي سعيدة جدا وفرحانة بسبب ود. وتاني يوم الصبح بنشوف ان المية رجعت تتسرب تاني، وبيلاحظ والد أمبر ان بنته ما بقتش تتعصب زي الأول وبتتعامل مع الزباين بكل هدوء. لكن فجأة الأنبوبة بيخرج منها مية وهتطفي الشعلة الزرقاء بتاعتهم، لكن أمبر بتقفل الأنبوبة بسرعة على آخر لحظة وتستغرب لما بتلاقي ان في حد بعت ليها زهور. وبتاخد الزهور وبتنزل المخزن وبيخرج ود من المية اللي فيها الزهور، وبيقول لأمبر ان أكياس الرملة مستحملتش ضغط المية، ويعرفها ان وحدة الإصلاح مش هتحل مشكلة التسريب لأن تسبب ليهم في مشكلة قبل كده. وتنصدم أمبر لأن بكرة الجمعة وده آخر يوم المهلة اللي جال اديتها لها. وفجأة بينزل والدها للمخزن وبيتعصب جدا لما بيشوف ود. أمبر بتهديه وبتقوله ان ده شخص تاني غير اللي بوظ الأنابيب المية، وبيكذب عليه وبيقوله انه مفتش طعام. والد أمبر بيقرر يختبره ويطلب منه انه ياكل من الأكل بتاعهم اللي بيبقى سخن جدا. وفعلا ود بيبدأ ياكل من الأكل ده وهو بيتألم من شدة الحرارة وبيخرج قاعات بتصرخ بصوت عالي جدا. والمفاجأة ان الأكل بيعجبه وبيقلل حرارته بالمية وبيبقى شايف ان بكده طعمه أحسن، فبيتعصب والد أمبر من اللي ود عمله بيخليه يخرج من المحل. وبعد كده أمبر وود بيعبوا الرملة في أكياس علشان يسدوا بيها الفتحة اللي في البوابة. وبيحاول ود يشرح لأمبر ان الفكرة دي مش هتنجح لأنهم عملوها قبل كده والمية اتسربت تاني. فبتتعصب أمبر وتحزن لأنها مش قادرة تحمي المحل بتاع والدها زي ما وعدته، وبتحس باليأس وبالفشل لأن المفروض والدها كان يتقاعد من سنين، لكنه ما عملش كده لأنه لسه شايفها مش مستعدة لإدارة المحل. وهو بيخفف عنها وبيواسيها ويفهمها ان هي عملت اللي تقدر عليه، وبيقول لها ان هي جميلة جدا. وبيندهش لما بيشوف ان الرملة اتحولت لإزاز بسبب حرارة أمبر. تيجي لأمبر فكرة وبتستخدم أمبر الرملة دي وبتحولها لكرة وبترسم فيها زهرة الفيستوريا. وفجأة بتجيلها فكرة وبيروحوا هما الاتنين لمكان تسريب المية. أمبر كل قوتها وبتسيح الرملة اللي في الأكياس وتبدأ تشكلها وتكون منها حاجز وبتصلح البوابة، والبوابة دي بتمنع المية من التسريب. وبيبقوا هما الاتنين فرحانين جدا. وبيقول لها ود هيخلي جال تشوف اللي عملته عشان تتنازل عن المخالفات بتاعة المحل. وبعد كده بترجع أمبر للبيت وبتلاحظ ان والدها تعبان ومبقاش قادر يشتغل، فبتطلب منه
يرتاح وهي هتكمل الشغل مكانه. وبعد شوية بتخرج أمبر من المحل وبتبقى والدتها مراقباها وتروح تقابل ويد وبتسأله إذا كان وصل مع جال لحاجة، فبيعرفها إن هو منتظر مكالمتها وبيطلب منها تيجي تتعشى معاه هو وعيلته، وبتوافق أمبر وتروح معاه. وبتقابل أمبر والدة ويد اللي بتفرح لما بتشوفها وبتبقى عايزة تحضنها لكنها ما بتعرفش تعمل كده. وبتدخل للبيت وبيعرف أمبر على عيلته كلها، بيرحبوا بيها على العشاء وبيفضلوا يضحكوا مع بعض ويتريقوا على ويد لما كان صغير والسفنجة سحبته واتحبس جواها. فجأة بينكسر ازازة المية اللي بتبقى مصنوعة من الازاز، وأمبر بتسيحه وتعيد تشكيله وبترجع تكوينه من جديد بشكل جميل ومختلف. وبيبقى كل الموجودين منبهرين من اللي أمبر عملته. وبتقول لها والدة ويد لأمبر ان معظم المدينة مبنية من الازاز المنصهر اللي هي بتقدر تشكله بكل سهولة، وبالرغم من كده أمبر بتبقى شايفة ان مجرد موهبة. وبعد شوية بيلعبوا لعبة، واللعبة دي بتبقى عبارة عن كل واحد يخلي التاني يعيط، وطبعا والدة ويد هي اللي بتعيط بسرعة كبيرة جدا. وبيجي الدور على أمبر اللي بتقف قدام ويد وتقوله ان هي الافضل لان عمرها ما عيطت، فبيحاول ويد انه يخليها تعيط لكنه ما بيعرفش لغاية ما بيحكي لها عن مشاعره ناحيته وقد ايه نفسه يكون قريب منها. فبتعيط أمبر لانها بتكون عارفة انهم مش هينفعوا يكونوا مع بعض رغم مشاعرهم، لانه من عنصر المية وهي من عنصر النار. وبعدها بتتصل جال اللي بتكون مبسوطة جدا انهم استخدموا الازاز ده عشان يقفلوا مكان التسريب، وبكده مش هيقفلوا محل والد أمبر. ويد بيقول لأمبر على اللي حصل وبيكونوا فرحانين جدا. ووالدة ويد بتقول لأمبر ان هي هتتواصل مع صديقتها في مصنع الزجاج علشان تستخدم موهبتها. وبتمشي أمبر وهي متعصبة، وبيستغرب ويد وبيسألها عن سبب عصبيتها، فبتفهمه انها حست بالإحباط لانها عرفت ان هي مش عايزة تدير المتجر. والحاجة الغريبة ان هي كبرت وكل تفكيرها ان هي تكبر المتجر بتاع والدها ومش مهم هي عايزة ايه. وبتتفاجئ أمبر لما بتشوف والدتها اللي بتكون مراقباها وتحاول تقنع مامتها ان ويد ده مجرد صديق مش اكتر، لكن والدتها بتصمم انها شامة ريحة الحب من ناحيتهم وبتاخدهم البيت علشان تقرا التوافق ما بينهم. ما بيقدرش انه يولع الماسة بنفسه لكنه بيقف قدام أمبر وبيعمل شعاع شبه العدسة المكبرة وبيشغل الماسة، وساعتها الدخان والبخار بيكتروا وبيتداخلوا مع بعض، وده بيعرفهم انهم متوافقين جدا لبعض. بيهرب ويد بسرعة من المكان قبل ما والد أمبر يشوفه، ووالد أمبر بيقول لهم ان المفروض كان يقول لهم بكرة لكنه متحمس جدا لانه عايز يقول لهم الخبر دلوقتي. وبيعلن انه هيتقاعد بعد يومين وانه هيخلي أمبر هي اللي تدير المتجر، وبيوريهم يافطة المحل الجديدة بيكون مكتوب عليه اسم أمبر. افتكر والد أمبر وبيحكي لهم ان هو من مدينة النار ادى لوالده القوس الكبير، وبيكون عبارة عن درجة عالية من الاحترام اللي ممكن شخص يديها لحد، لكن للأسف والده ما رجعلوش الاحترام ده وكان ضد قراره. وبيكمل وبيقول انه بالرغم من انه خسر عيلته الا انه لسه متأكد انه عمل الاختيار الصح، وانه هيعلن على اليافطة الجديدة في الافتتاح الكبير وساعتها هيعلن عن انه هو تقاعد. وبعدين بتقعد أمبر وهي زعلانة بعد ما عرفت المعاناة اللي اهلها عاشوها علشان يوصلوا لحد هنا ويحققوا كل ده، وبتكونش عايزة تخيب لهم احلامهم. فبتقرر أمبر انها تاني يوم تزور ويد وتقطع علاقتها بيه، فبيطلب منها ويد يوريها حاجة اخيرة، فبتوافق أمبر وبيمشوا مع بعض لحد ما بيوصلوا للحديقة المركزية. وبيعرض ويد على أمبر انه هيهديها فرصة تحقق حلمها وتشوف اخيرا الزهرة من قريب، وبيعملوا لها فقاعة كبيرة علشان تدخل فيها. وفعلا بتدخل أمبر وبيعدوا من جنب الشجرة، وساعتها بتشوف أمبر الزهور وهي بتتفتح، تحس بسعادة كبيرة جدا. لكن فجأة بيكتشف ان الفقاعة بتكون خلاص قربت تخلص الهواء الموجود فيها، فبيجروا ناحية المخرج علشان يخرجوا منه بسرعة. وبعد الخطة اللي عملوها بتكون أمبر فرحانة جدا، بيقترح عليها انهم يلمسوا بعض، لكن أمبر بتخاف جدا من اللي ممكن يحصل لهم، لكن ويد بيقول لها ان هي تستحق يخاطر بأي حاجة علشانها. وفعلا بتمسك أمبر ايد ويد، ولما بيشوفوا ان مفيش حاجة حصلت وبيرقصوا سوا بتسترجع أمبر ذكرياتها لقطات مع والدها. تبعد ويد عنها وبتقوله ان هي محتاجة حياتها والمتجر كمان اللي هي بتنتمي ليه. بيقول لها ويد ان هي تحاول تتكلم مع والدها عن اللي هي عايزاه وعن احلامها ولازم تآمن بموهبتها. فبتتعصب أمبر وبتقوله انه ما يحكمش عليها لانه مش حاسس يعني ايه ان يكون عنده اهل ضحوا بكل حاجة علشانه، وبتسيبه وبتركب المترو. وفي تاني يوم بيتجمع كل العناصر النار قدام المتجر علشان يحضروا الافتتاح الكبير، وبيعلن والد أمبر عن ان هو تقاعد وبيدي الشعلة الزرقاء لأمبر وبتكون علامة ان هو بيسلمها لإدارة المحل. ولكن فجأة بيوصل ويد بيشرح فيه
فيه ان اسباب كتيرة لعدم نجاح الموضوع، وان في سبب كبير جدا ان هما بيلمسوا بعض من غير ما تحصل ليهم حاجة، وبيعلن ود على حبه لامبر قدام كل عناصر النار. تغضب امبر وتصمم ان هي ما بتحبوش وتطلب منه انه يمشي وبتطرده. وبعد اللي حصل ده بيقول لها والدها ان هو فقد الثقة فيها وبيلغي ان هو يتقاعد، فبتهرب امبر للمدينة وبتفكر في ود وبتحاول تنسى مشاعرها ناحيته، لكن ذكرياتها معاه بتشوفها قدامها. وفجأة بتشوف امبر انهيار الازاز اللي بينفجر قدامها وبيروح ناحية مدينة النار، وساعتها بتجري امبر بسرعة ناحية البيت علشان تنقذ اهلها من المية. وبنرجع تاني الود اللي بيكون على وشك انه يركب طيارة ويسافر علشان يقدر ينسى امبر، لكنه بيلاحظ ان في حاجة غلط بتحصل في المدينة. ونشوف امبر اللي بتحذر كل اهل قرية من المية اللي جاية ناحيتهم، وبيخرج والدها ووالدتها من المتجر بسرعة في الوقت المناسب. لكن امبر بتدخل المتجر علشان تنقذ الشعلة الزرقاء. باب بيكون خلاص هيدخل المية وبيظهر ود وبيساعد امبر وبتجري بسرعة امبر علشان تحاول تنقذ الشعلة الزرقاء، وبتحاول بكل قوتها لكنها بتفشل. وفجأة بتدخل المية، ولكن بيقدر ود انه يحوط الشعلة الزرقاء، لكن المية بتكون دخلت في كل مكان ومبقاش في مكان يقدروا يخرجوا منه. بيحاولوا يخرجوا من فتحة السقف، للأسف فتحة السقف بتكون خلاص دخل فيها المية، وبتحاول امبر بكل قوتها تحرق الجدار علشان تخرج منه. بيوقفها وبيقول لها ان ممكن المية تدخل وتأذيها، وساعتها امبر ما بتكونش عارفة تعمل ايه، لكن ود بيطمنها وبيقول لها انه مش ندمان ان هو رجع لها، وبتكون امبر خايف تخسره للأبد وبتعترف له ان هي بتحبه. بيقربوا هما الاتنين ويحضنوا بعض، وفجأة المية بتتبخر وبيقدر والدها والعناصر النار يدخلوا لامبر اللي بتقول لهم ان ود خلاص مات. وساعتها امبر بتقول لوالدها ان هي خلاص مش عايزة تدير المتجر، لكن والدها بيقول لها ان المتجر ما كانش هو الحلم، وان هي اللي كانت بالنسبة له الحلم كله. وفجأة بيسمعوا صوت ود وهو بيعيط، ولحظتها امبر بتعرف ان ود لسه عايش وبتحاول تخليه يعيط اكتر علشان يقدر يرجع، عشان يتحول من بخار لمية. وفعلا بينجح ود انه يرجع لجسمه من تاني، فبتجري عليه امبر وبيحضنوا بعض. وبعدها بفترة بترجع تاني مدينة النار كأن محصلش فيها حاجة، وبيعملوا افتتاح للمتجر اللي رجع يشتغل تاني، لكن المرة دي والد امبر بيرحب بكل العناصر. ونشوف جال اللي بتقابل فيرن وبتعجب بيه لما تعرف انه بيشجع نفس الفريق بتاعها، وبيجيب والد امبر زوجين من عناصر النار علشان يديروا المحل بداله. وبعدها بشوية بنشوف اهل امبر ومامة ود وهما بيودعوهم علشان هيسافروا يتدربوا في شركة الازاز. وقبل ما تركب امبر السفينة بتقدم لوالدها الاحترام الكبير واللي بيرده لها هو كمان، وبتجهز امبر علشان تركب هي وود السفينة يستعدوا للمغامرة الجديدة. وكده تكون وصلت بسلامة من رحلة النهاردة. تنسوا الاشتراك وترك تعليقاتكم لنعرف آرائكم، وعرفونا بتتفرجوا على الفيلم من أي بلد.